انتوا دلوقتي بتتفرجوا على بودكاست 30. هتشوفوا في الحلقة دي ما صاحبش الفرافير حتى لو راكبين فراري. دي تجربه بتاعتك انت، مش يعني انا مش عارف اغني مع الكلام ده. انا واحد من الناس ما بقتش مهتم خالص بالاغاني. هو ملحن، هو تقريبا لحن لكل الناس اللي في الساحه ما عدا عمرو دياب. 4 دقايق ونص فيروز اقسم بالله ما قالت اتكلمتش. ما على الترابيزه بعد اذنك عشان الصوت كده. كان عايز اغني خبط في الشريم بس ما تخبطش في الترابيزه. بودكاست 30. النهارده حلقه مختلفه شويه عشان حاجتين. اول حاجه معانا ضيف ابراهيم، والحاجه الثانيه ان احنا هنتكلم النهارده عن الاغاني. عشان كده جبنا الضيف معانا لانه اشتغل مسرح والف اغاني ولحن اغاني في مسرحيات كتير في قصر ثقافه ونوادي وجامعات وابداع، لو حد عارف الموضوع ابداع. بس فهنبدا بقى الحلقه، بس الاول هنسلم على عمرو. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا باهي؟ ازيك يا ابراهيم؟ ازيك يا دالي؟ الحمد لله. انا حاسس الاستوديو بيتزحم كل حلقه. يا باشا لم علينا عبيدك يا رب. ازيك يا دالي؟ الحمد لله. انا مبسوط جدا بالمايك ده، وعرفت احس ان هو جاي في وقت وفي حلقه الاغاني. انت بقيت نجوم في صح. ما انا فاهم في ضيف جه زياده، فالمايك كان يعني المايك المتاح قلنا نستخدمه. احنا عايزين نقول للناس يعملوا سبسكرايب، لان الحاجات دي بتنعكس على تطوير البرنامج والمايكات والسماعات والحاجات دي كلها. ده من فلوس اول 30 سبسكرايبر دول جبنا المايك ده كذاب. اول كده موجوده من زمان. وده بيكذب جدا، وسواء بيعملوا سبسكرايب او لا احنا عندنا حاجات جامده فشخ. ما تعملوش سبسكرايب، اقول لكم على حاجه في الفيديو. بس مش عايز ابيع. الضيف هو اللي معانا، فنخليه هو اللي يبدا الكلام في الموضوع. وهي الحلقه اصلا النهارده هنتكلم بالاخص يعني ليه الاغاني القديمه او بالذات اللي في الالفينات تحس ان احنا لينا معاها ذكريات اكتر وبتعيش اكتر وما بتموتش، عكس اغاني دلوقتي اللي هي بتيجي كده في وقتها وتلاقيك شهر شهرين وبقيت بتنساها ومحدش بيشغلها، وانت ذكرياتك نفسها معاك بتروح ما تبقاش فاكرها، عكس اغاني زمان اللي هو ما قبل يعني ظهور السوشيال ميديا بالغزاره اللي احنا فيها والاغاني الكتير وانك تسمع اغنيه في اي وقت وفي اي مكان. فاحنا جايين نتكلم في الموضوع ده، نشوف ايه السبب، المشكله في الاغاني نفسها ولا في الصناع ولا في ايه بالظبط. فابراهيم بقى بما انه يعني اكثرنا خبره في الموضوع ده فهو اللي هيبدا الكلام. اتفضل يا ابراهيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ لا عايزك تفك كده. انا فاكر انا بقول لهم ازيكم. طيب بقول لهم ازيكم يا جماعه بس عشان لا على فكره انا عايز اقول لكم عشان 80 واحد هلاس. فلو انت قلت لواحد دلوقتي عنده 15 سنه مثلا قلت له انا لما كنت بقصد كلامي طول يمكن تقول حاجه اسمعها. فتخيل فعلا لو انا واحد من الناس مثلا اول حد نبهني للقصه دي كان حد زميلي من الجامعه. يعني قد ايه الجمله عظيمه طبعا. كاتب بقديم محمد. تخيل ان في واحد وصل بيه المرحله ان هو بيوصف مرحله او يعني ما قبل الفراق على طول، ان انت قبل ما تمشي على طول بتقول له يا عم حس قول اي حاجه خلينا يا عم انا قاعد برغي وبهبد من الصبح وبقول في اي كلام عشان انت تيجي سكه في اي حاجه فترد فتلين، فانا لين شويه في الموضوع يتلم. مفيش. انا بس عايز اقول ايه بقى، قارن دي رغم ان الاغنيتين حلوين بالنسبه لي، بس قارن الوصف ده الدقيق ده بساعه الفراق. ما تلومش حد على اللي قاله. هو الكونسبتس اصلا مختلفه وسيكونس الكلام مختلف، بس هتلاقي انه الموضوعين متشابهين جدا. بس عرفنا نختار. شوف درجه الموضوع رايح في حته حلوه. الراجل دخله اللي هو انا شديت. انت قاعد جنبه واتشديت. فاللي هو انا اقصد اقول لك يعني ان انت لو فكرت فيها شويه هتلاقي انه تامر حسين دلوقتي من اكتر الناس اللي راكبه السوق. هو انا ما عنديش مشكله طبعا معاه اطلاقا، هو فنان جامد يعني فنان جامد وترندي. وغير ان هو ترندي عشان شاطر وعشان بيقول حاجات حلوه يعني ليه برضو اغاني. يعني انا مش اناني مثلا، انا مش اناني تامر حسين. فلا يعني حتى الجمله اصلا مطلع الاغنيه انا مش اناني اللي هو هتقولي بعد كده. بس انا اقصد اقول يعني انه حتى الفتره بتاعت ايمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد، واللي هو احنا بنتكلم بقى على جزء من الصناعه اللي هو الكلمات يعني
مختلف بيفكرني بزمان، زي كان يقول لك ليه انه في ناس بتستدل مثلا ان المتنبي ده اعظم شاعر جه في الدنيا، ده يعني المتنبي ده هو الشعر. ففي حد كان يقول لك لا، هو احنا كعرب يعني او في اللغه العربيه دايما بيحب ان هو كل ما اوجزت في الوصف بكلمات قليله تبقى انت مبدع اكتر، او تبقى انت واصل مرحله من البلاغه بقى. فكان المتنبي يقول ايه: اذا رايت انياب الليث بارزه فلا تظنن بان الليث يبتسم. كان عنتر بن شداد قال ايه بقى؟ قال في شطر مش في بيت، فابدى نواجزه بغير تبسم. فهو دي الفكره، انه دايما مع تطور المراحل بتاعه او مش تطور المراحل، الموهبه نفسها، ان انت ازاي بتعرف تعمل ادابتيشن مع الوقت. والادابتيشن ده بيبقى ليه علاقه بيك انت، بتاثرك بشخصيات معينه. زي برضو هو مهدي محمد وامين بجات عمر دول كانوا بيسمعوا مين، او كان مين الايدلز بتاعتهم كشعراء. مثلا واحد زي فؤاد حداد كان ليه، ما اعرفش انت تعرف انت يعني عمرو شويه مهتم بالشعر اكتر من اي حد فيكم، فعشان كده بسال. كان فؤاد حداد ليه بيت مشهور قوي اللي هو بمسح دموعي بكيت، بمسح دموعي بكيت. فاهم؟ فالوصف بتاع الحاله انا قعدت شويه عشان استوعب ايوه الموضوع كارثي يعني. فاهم؟ انت بتتكلم على مساحه من المشاعر قد كده في سطر. ايوه فاهمني؟ فلا كده الزمن بيفرق، الشخص اللي بيستوعب بيفرق، الصانع اصلا اللي بيصنع عايز فلوس، فعارف هو بيدي الكلام ده لمين وبيودي. يعني ما فهمتش يعني هقول لك ادينا مثال. صابر كمال. صابر كمال ده مؤلف شاطر جدا. صابر كمال عمل ايه؟ صابر كمال عمل اللي هي بتاع ملطشه القلوب، وعمل عم الطبيب، وعمل حاجه برضو لعمرو، اخر حاجه بعد عم الطبيب عمل حاجه. عم الطبيب. لا هو عمل عم الطبيب، عمل حاجه بعد. ايوه هو عمل عم الطبيب، وعمل اغنيه فاكرني يا حب. فاكرنا نفس القصه، نفس تمام. الحاله وصلت. اول حاجه عملها صابر كمال تقريبا، هي اول حاجه عمل اغنيه لمطرب ما حدش يعرفه كتير، لكن هو كان ملحن مشهور اسمه نادر نور. نادر نور ده جامد فشخ. نادر نور جامد يعني. عمل له اغنيه اسمها جربت. هو اللي على فكره عمل خليني جنبك عشان عامل خليني جنبك، وعامل لو تعرفوه بتاعت اليسا، وعامل لو على قلبي بتاعت فضل شاكر. نادر فظيع. نادر نور على قلبي ده فهواك. تمام. نادر نور جامد، ومن الناس برضو اللي ما خدتش اللقطه يعني الاستمراريه. ما اعرفش، اعتقد ان ده له علاقه بالسوق عامه. المهم انه نادر نور احنا كنا بنتكلم فيه عشان انا توت معلش. كنت بقول على لقطه الشخص كان قبل ده كان اسمه صابر كمال. صابر كمال اول اغنيه عملها اغنيه اسمها جربت. بص على نفس البني ادم ده، هو اللي كتب اغنيه في 2009 و2010 ونفس الكاتيجوريز اللي هو راح. يعني السوق بقى عايز ايه؟ انا هبقى مختلف ازاي؟ هروح في الحته دي ازاي؟ ملطشه القلوب قعدت مثلا 6 شهور ولا حاجه. الناس كانت قعدت فتره يعني. مصطفى شوقي رجع بعدها ما عرفش يعمل حاجه شبه بالظبط، لان هي فعلا اصلا بجد الاغنيه كلحن وكغنى وككل حاجه انا بحبها جدا. مختلفه عن اللي نزل وقتها واللي قبل كده، مختلفه عن 10 سنين. صابر كمال بقى صابر كمال بعد الاغنيه اللي انت عارف ان انا بحبها ومختلفه برضه، اللي هي لو جاي في رجوع. انا عامل لك اصلا فيها يعني لازم نتكلم عن لا كاتب لك محضر لك لو جاي في رجوع انساني ليه تحديدا. وانا عايز اقول لك يا ابراهيم، انا لما كنت بحكي له النقط اللي هنتكلم فيها ما حكيتلوش الحته دي عشان يبقى رياكشنه على الهوا زي ما هو. عشان يتخض منك. لا بس هي الاغنيه مش عشان هي كانت ترند، الاغنيه حالة بس لما نجيلها يعني مش عايز. لا خلي بص دي حته لسه جايه مثلا. انا عايز بس يعني تبقى حته كده في الاول احنا اثرناها، بس الناس يعني تعمل ريفريش كده للموضوع معانا. انه القاعده الجماهيريه، قاعده الشباب اللي بيستقبل، اللي هو هنتفق ان هي بدايه من سن المراهقه مثلا، اللي هو هنتكلم في انه من 11 12 سنه لحد 18 وال20، ودي فئه بتحكم الموضوع بطريقه كبيره جدا. ما اعتقدش ان هو ممكن يستوعب. انا لما كنت بقول بقصد كلامي طول يمكن تقول حاجه.
اسمعها اصفر. انا نفسي بدات استوعب وانت بتقول يعني في اغاني كتير انت بتبقى بتسمعها عادي، بس لما بتسمعها في وقت معين او بتسمعها وانت صافي تركز في الكلام. انت دايما بتسمع الاغاني وانت يعني عادي في الحمام بتاكل راكب العربيه وماشي. ساعات بقى كده بتلاقيك مره لا ارادي ركزت مع الكلام، اديته اهتمام زياده، بتلاقي ان الموضوع لا يعني انا بحب الاغنيه دي ومش عارف ليه، انا عرفت ليه. فاهم قصدي؟ عشان اللحن مختلف، عشان الكلمه مختلفه، عشان التوزيع مش شبه بقيه الاغاني. فاهم قصدي؟ فعشان انا مبسوط جدا بالكلام، بس عايزين نلخص اللي احنا قلناه. هل احنا دلوقتي بنتكلم في نقطه ليه الاغاني زمان كانت بتعيش؟ فلو ده اللي احنا بنتكلم فيه فتقريبا احنا بنتكلم في نقطه عشان الكلام اول حاجه، يعني الكلام واستقبال الناس للكلام اختلف، فعشان كده في اغاني زمان كتير كانت بتعيش دلوقتي مش بتعيش. صح كده؟ صلح. انا قصدي انه في جاب ما بين ما انا عايزك بقى تقول. انا اقول لك مهدي محمد لسه شغال، لانه باجي تمر لسه شغال. طبعا الناس موهوبه كفايه ان هم يعرفوا يتطوروا مع السوق، تمام، بس المساحه او القاعده بتاعت الناس، يعني هل في حد مننا دلوقتي بيعرف او عنده الاستيعاب الكامل ان هو يسمع نفس كم الاغاني الجديده اللي بتنزل زي ما كان في ثانوي او في اول الجامعه؟ مكان ليه انا اقصد اقول عشان الزحمه، وعشان الزحمه بتاعتك انت شخصيا، الزحمه بتاعت الاغاني اللي بتنزل والزحمه اللي انت فيها اصلا خلاص احنا انت اصلا مسميه كاست 30 ماشي. هو تمام، بس هي في زحمه، بس دلوقتي في مطربين لسه بيعرفوا يعملوا حاجات، بس الفكره الحوار بقى صعب. يعني هو صعب عشان اللي انت بتقوله، وفي نفس الوقت في انواع جديده قاعده تخش. يعني مثلا الراب، الناس دلوقتي الشباب اللي انت السن اللي انت بتتكلم عليه ده بقى هو شايف ان الراب ده هو اللي بيمثله، كلام الراب ده اللي بيتقال بين الناس هو ده اللي بقى بيمثله. فبقى المطرب والمؤلف والملحن بقوا يعني ايه بينتعوا قوي ويقعدوا يجربوا كتير 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 عشان يلاقي حاجه حلوه، لدرجه ان عمرو دياب نفسه اللي اكتر واحد عارف يواظب على الحوار ده، بس كل فتره بيجي له اغنيه تعيش وبعد كده يختفي، او تبقى اغنيه حلوه لوقتها وبعد كده تختفي وبعد كده يعمل اغنيه حلوه تعيش ويفضل في الدوامه، اللي هو كان بيعمل اي اغنيه خلاص هي عاشت من غير اصلا ما تبقى انت عارف السبب. دلوقتي الموضوع بقى صعب. يعني حتى حماقي اللي ليه جماهير كتير في السن ده بقى برضه مش بقى بيعمل اغاني حلوه كتير وتلاقي في الاول وفي الاخر اغنيتين بس اللي الناس بقى تسمع. انتوا في الحلقه بتاعتكم اول حلقه اتكلمتوا في نقطه مهمه جدا، اللي هي اما كان عمرو بيتكلم على السكتشات بتاعت الكوميدي. تمام. انت متابع جيد للبودكاست يا ابراهيم، متابع جيد، بتقتبس من حلقات سابقه. انا مذاكر بعد اذنك طبعا، شفت نص ساعه معلش. انا حسيت بالفرح قوي ان اول مره حد يقتبس مني، يعني اللي هو لما عمرو قال في حلقه يعني يا سلام. انا اقصد اقول ايه يا عمرو، انه بيفكرنا بس مش بيقتبس من انه لا هو بس هو اكيد عجبه الكلام والا مش هيفكرنا. ماشي. انه على فكره عمرو شاعر كويس بس هو ما كملش، بس هو بيعرف يكتب شعر جدا. ربنا يخليك يا حبيبي، والله العظيم كنت هجيب حاجه كده كنا كاتبينها انا وانت نقولها في الحلقه، بس خليها حلقه تانية. خليها انا اقصد اقول ايه، انه ما صاحبش الفرافير حتى لو راكبين فيراري هي كاتشي، محدش ينكر، ده حقيقي. هتاخدها ترقص عليها. هتقعد قد ايه بقى؟ تمام. لا بغض النظر ان هي هتقعد قد ايه، انا شايف ان الناس بقت عارفه هي عايزه ايه. هو انا عايز اعمل سكتشات في الاغنيه، انا عايز اعمل حته تعلم، انا عايز اجيب اللي على ظهر التوك توك اللي هو ظهر التوك توك اللي هو احط صورتي واحطه في اللي الفنان محمد رمضان بيقوله، واسمه ايه العوضي بيقوله، واسمه ايه ده شعبان ده، يوسف شعبان، ابن يوسف شعبان اسمه ايه؟ مين؟ مش كانوا عاملين مسلسل كده ابن يوسف شعبان ده يا عم؟ هو مش مصطفى شعبان، بس هو مش ابنه، هو طفل اسمه ايه بقى؟ يوسف شعبان، مصطفى شعبان واسمه شعبان بس، واسمه ايه؟ عمرو سعد. عمرو سعد بقاله كتير. ده كان اكتر مسلسل فيه جمل من على ظهر التوك توك شفته في حياتي في تاريخ العالم. فهو ده اللي هم اللي ابراهيم يقصده اعتقد. ايوه انا اقصد اقول لك يعني انه ان الفئه اللي بتستقبل الحاجات، اللي بتستقبل المنتج اللي انت بتعمله كاغاني، فئه زي ما بيسموها، يعني حتى كانوا بيسمونا كده اللي هو جيل تيكاوي، اللي هو عايز حاجه تبسطه في صغيره في بسرعه وتعلم معاه ويفضل يكررها
وبس حاجه لحظيه، بس مش بيدور على فكره انه انا بس عايز اخد حاجه اعمق من كده حتى لو هصبر عليه. بالظبط. بس هو لو تعرض لموقف ما خلاه جرب حلاوه الحاجه التانية، مش هيرجع تاني جرب حلاوه ان هو يسمعها ويتذوقها. اصل احنا محدش خد التجربه، بس محدش فينا هنا بيحجر على حد يعني، بس هو انت ما جربتش. عارف انت اللي هو ممكن واحد يقول لك انا ما بحبش الراب، بس انا في حاجات في الراب انا ما بنكرش ان هي بتعجبني، تمام؟ ما بنكرش انا ما بحبش الراب، ما بستقبلوش. هو بياخده كمثال بقى. هو احنا مش بنحجر علله ذوق حد، هو احنا اللي بنقوله ان احنا عشنا تجربه مختلفه مع الفن، فبنقول للناس يا جماعه انتوا لو جربتوا دي، وبنقول برضو الصانع اللي عمل انت لو عملت دي الناس هتحس باحساس مختلف تماما عن الموجود دلوقتي، لان احنا عشنا ده، احنا شفنا ده وعرفنا قيمته. يعني عرفنا فكره انك تبقى بتاخد حاجه فيها مجهود اكتر منك كمتلقي، يمكن اللي هو مش كل لحظه انت المعنى بيتقدم لك في طبق، بس لما بتوصل له بتحس انه يعني انت بتبقى في رحله كده، صانع العمل بيقابلك في النص، بتروح معاه الحته وهو بيجي معاك الحته، مش كل حاجه بتجيلك لحد عندك في طبق كده اللي هو بص خد ده المعنى، بص خد دي الجمله الكاتشي، بص خد دي مش انا عايز اروح انا معاك برضه، عايز بتحس ان انت جزء من الموضوع اصلا. بس انا بشوف ان دلوقتي في ناس كتير تمام، وهي حاجه بتبقى حلوه الصراحه مش هينكر يعني، ان هو اغاني الكفرات تمام هو بقى بيميل ليها لمجرد ان ما فيش فيها مزيكا، يعني هو بقى عايز يسمع المطرب وهو بيغني الاغنيه على مهله وبيغنيها كده ورايح وجاي فيها وبيعلى ويوطي بالراحه من غير ويبقى معاه آلة واحده، ده اذا كان معاه ويروح قال لك انا حبيتها اكتر من المطرب الاصلي. طب انا ممكن قبل ما ننقل لنقطه اغاني الكفرات، معلش انا عندي بس نقطه في الكتابه قبل ما ننقل من الكتابه، عندي نقطه في حوار الكتابه عايز اقول لك عليها، ان الكتابه في الكفرات الناس بقى بتقتبس منها الكلام اكتر قبل ما عشان غير الاغنيه لما تكون متغنيه بتوزيع وكل حاجه، عشان الكفر هو عباره عن فوكال وكلام، مفيش بقى الدوشه بتاعت الاغاني التجاريه. لا حتى لو مش تجاريه، اغاني الكفرات حتى لو وات ايفر يعني، اغاني الكفرات مش هيعمل لها كفر اللي هي مش كوميرشال عامه. ايوه بالظبط ماشي، بس بتكلم بقى ان هي بس انا اقصد في الاخر هو الناس بقت بترتبط اكتر بالكفرات، وانا عندي برضو تعقيب بس لما عمرو يقول النقطه بتاعت الكلام، الناس بترتبط بالكفرات اكتر عشان الاغنيه كده واصله لك خام شويه، ما بقاش فيها يعني مثلا. يعني هقول لكم على حاجه، معلش يا عمرو هسيبك والله تقول اللي انت عايزه، بس عشان لا اصلا فتح الموضوع بقى بمناسبه الكلمات يعني الكلمات الناس بتعلق معاه في الكفر اكتر من الاغنيه العاديه. انا واحد من الناس انا بصور فيديوهات تمام، وجزء من شغلي كبير بصور فيديوهات هايلايت بتاعه الويدنج والحاجات دي. ده اعلان غير ممول؟ لا انا ما قلتش شوهين يعني ولد ويصلح انا شغال فين ولا البيج اسمها ايه ولا قلت اللي اسمها داليجرافي على فيسبوك وعلى انستجرام موجوده برضه. فانا ببقى محتاج مثلا حاجات اغاني مثلا او ميوزك ان انا احطها على الفيديوهات، فنوع شغلي لا يستحمل ان انا احط اغنيه كوميرشال. لو انا حابب اغنيه كوميرشال الكلام بتاعها عاجبني لايق على الحاله بتاعه الفيديو، ايه شوف لها كفر. بشوف لها كفر. انا كل الاغاني اللي عندي على البيج كفر. اولا الكفر معلوش كوبي رايت، شكرا جدا للناس اللي بتعمل كفر بتساعدني كتير في شغلي، معلهاش كوبي رايت فري، بس الاغنيه تبقى جامده ولايقه على تتخيل مثلا انت تتفرج على فيديو برومو فرحك ويبقى مثلا في يا ما حكيت عليك ليه، انا صوتي وحش قوي بس يعني بحاول بس اديك حاجه وللايام تمام، وده حمائي بالاغنيه اللي انت متعود تسمعها على طول، فانت هتحس ان الموضوع انا شفت كتير قبل كده هي اصلا اتعملت كليب وكليب حلو، لكن لما هسمعها بصوت حد تاني لا هديها اهتمام. انا عملت بتحس كانه بيغني للعريس والعروسه اللي موجودين اصلا. بالظبط انه ده بتاعهم. فقشطه يعني كنت بس حابب اقول الحته دي. قول بقى انت كنت بتتكلم، لا يعني قول نقطه الكلام عشان انا كنت حابب اقول اول حاجه جت في دماغي لما اتكلمنا في فكره الاغاني الكلاسيكيه او الاغنيه اللي بتعيش او كيف تصنع الاغنيه العابره
الزمن دي، انه هي بتبقى الاغنيه اللي كل الناس تعرف تغنيها. يعني انا اول ما قلنا اغنيه كلاسيكيه اصلا جت في دماغي قصاد عيني، غني كده وبيننا ميعاد. غني لا مش لا انا المره اللي فاتت الحلقه مش مشكله ان انا اغني، يعني اي حد بيقول غني بغني، ولا انا عندي مشكله ان انا اغني، بس الناس هيبقى عندها مشكله. اكيد بس انا المايك مديني جو. بص المايك بجد، لو المايك ده قدامك انت حاسس ان انت مطرب جدا، حاسس ان انا مذيع برضه، فاهم؟ فالفكره الاغنيه بتاعت قصاد عيني هي بتقول وبيننا ميعاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد. هو مين؟ فالملحوظه اللي لاحظتها على معظم الاغاني اللي عايشه معانا من زمان قوي، واللي الواحد اول ما بيسمع اول ما بيجي في دماغه كلمه اغنيه بيجي في دماغه الاغاني دي اصلا، انه الاغاني دي بتتكلم عن حاجات الناس كلها تعرف تغنيها، الناس كلها تعرف تحس بيها، الناس كلها تعرف تغني مع الاغنيه. انا قريب مثلا كان في اغنيه يمكن هي اللي خلتني اخد بالي من الموضوع ده، في اغنيه اسمها قولي او قولي غاب بتاعت احمد كامل. الاغنيه دي كلامها جميل جدا. قولي غاب مش فاكره شكله، قولي ماتوا معاه مشاكله، قولي قلبي حب بعده واعملي فيها البريء. تمام. اغنيه جامده جدا، بس هو جه في الاخر احمد كامل وقام قايل مكان ممكن نكون مع بعض وهتغير اكيد مليت من استهتار سهر للصبح لاب وزوج وظهر وبيت. فانا جيت عند الاغنيه دي، انا عمال بغني مع الاغنيه، جيت عند الحته دي وقفت، اللي هو لا انا مش مستهتر، ما تقولش عليا كده، انا مش عارف اغني معاك، انت خلاص خدت الموضوع بقى حاجه محدده جدا، انت بتحكي عن قصه شخص معين في زمن معين حاسس باحساس معين، فخلاص انت استثنيت ناس كتير من الجمهور بتاع الاغنيه من انك تتكلم مع الاغنيه دي. لو فكرنا في كل الاغاني اللي بتعيش وبتكمل، وابراهيم ذكر بهاء الدين محمد، وبهاء الدين محمد يعني ليه باع طويل في فكره انه يكتب الاغنيه اللي كل الناس بتحس بيها، وفكره انه يكتب الاغنيه زي برضو ما ابراهيم اتكلم عن الاغنيه او بيت الشعر اللي بيلخص مجلدات المعاني في حته قد كده، عشان انه في معنى، بيكتب قصه في الاغنيه، بيحكي موقف بالظبط انه في معنى الناس عماله، وهو الوداع اتقال في ايه؟ في معنى بتقال في باي باي، في معنى الناس بتقتل نفسها بحثا فيه، تحس ان الناس كلها ماسكه المعنى ده قتلاه في الاغاني، بس يجي حد يقول كلمه اللي هو يا اللي وحشاني ما توحشنيش. يا سلام يا سلام، بس يا اللي وحشاني ما توحش، يا سلام. فانه بهاء الدين محمد كتب اغيب واسال عليه عامل ازاي، عامل ايه، عايش ازاي وبيعمل ايه، يقولوا مش عارف ينسى عايش بيتعذب لسه، يقولوا مش عارف ينسى عايش بيتعذب لسه. دي بالله عليك كتبتها ازاي؟ الناس كلها بتتكلم عن معنى الفراق والحنين والبتاع دي، يعني انت بتبتدي تكتب اغنيه بتشوفها تكتب ايه عن الفراق، وبعدين الراجل ده جه كتب يقولوا مش عارف ينسى عايش بيتعذب لسه. الله. في برضو بما انك ذكرت الشعر والاغاني اللي يمكن ما الشعر اللي يمكن ما تحولش الاغاني، ولكن في معنى انت اول ما سمعته حسيت ان ده ممكن يعني الناس كلها تسمعه وتفهمه. في شاعر اسمه الراوي اعتقد، اتمنى في مشكله بيقطع ثانيه، خلي بالك الدالي بيسيب الحاجات دي في المونتاج، فانت يعني المشكله تتفرح. احنا في بودكاست على فكره. كده اتكلم كده احنا بودكاست، وانا مش عايز اعمل اديت، انا بتكلم كويس. بيقطع كتير، بيقطع كانه في لاج، كانه في لاج. تلاقي زي ما كانت بتحصل معايا، بس ما كانتش بتطور. هو مش شغال الحاجه اللي عامله مشكله. عامل تيست، عامل كده وغني تيست اغني. طب ما هو مش هيقطعها. ماشي يلا نغني مع بعض. طب نغني مع بعض. طب كده ده خلاص. هو زي ما كان بيعمل معايا، بيروح يجي يعني عادي التقطيع. دلوقتي بيقطع. قول كده اهو بتكلم اهو. لا تمام كده. هي كانت بتحصل يا اسطى، بيروح مقطع وبعد كده كام ثانيه ويرجع يظبط تاني. نرجع تاني. بس بتبقى سامعه صح؟ بتبقى عارف يعني هو بيقول كده ايه، بس بيبقى عارف هو بس دلوقتي شغال تمام. يلا بينا نكمل. تمام نكمل تاني. فانا كنت بقول انه ابراهيم كان بيتكلم عن فكره الشعر اللي يمكن ما تحولش الاغاني، ولكن برضو برغم ان هو ما اتعملش عمل غنائي او عمل فيديو اللي هو بيتشاف وبيتسمع اكتر، ولكن جمله شعريه جدا ممكن تقعد الناس تقول عليها الله. في شاعر اتمنى ان انا اكون مش غلطان في اسم الشاعر، اسمه الراوي، قال كنت قاصد يومها اقول لك ضيع عيني، ليه جمعت الكلمتين من غير فواصل؟ تاني
كنت قاصد يوم هقول لك ضيع عيني. ليه جمعت الكلمتين من غير فواصل؟ ضيعيني. ليه كنت قاصد يوم هقول لك ضيع عيني؟ ليه جمعت الكلمتين من غير فواصل؟ فانه انت بتكتب في الاخر اللي انا بشوفه بيعيش، او اللي بشوفه بيوصل لعدد كبير من الناس يمكن في اوقات مختلفه. وهنا كان السؤال اصلا ان احنا لما فكرنا فكره الاغنيه الكلاسيكيه، يمكن انتوا برضو لمستوا في السؤال ده شويه. انا اول حاجه فكرت فيها، لو انت في حد زي ما ابراهيم بيقول عنده 15 سنه وانت ماسك موبايلك وماسك الاغاني اللي بتحبها، هتسمعه ايه؟ هتشوف انه ايه هيوصل له، ايه هيستوعبه. يمكن الملك بتاع حته انك تصنع الاغاني العابره للزمن وعابره للمكان وعابره لكل حاجه هو عمرو دياب. لانه عمرو دياب كتير جدا بيعمل فكره انك تصنع اغنيه كل الناس قادره تحس بيها، بعكس مثلا حد زي انغام مثلا. انغام لما بتغني انا ممكن اكتب لك تعهد اني باقي عمري اعيشه لوحدي بس اعيشه باحترام. يعني انا بحس ان انا دخلت في تفاصيل شخصيه، اللي هو انا مش عايز تفاصيل انغام، انا حاسس ان انا عايز اسمع من الطرف الثاني، حاسس ان انا دخلت في موضوع شخصي قوي. فدي تجربه بتاعتك انت، مش يعني انا مش هعرف اغني مع الكلام ده، دي حاجه لناس معينه حاسين باحساس معين. هل انت عندك ملحن او كاتب معين بتدور على شغله ايا كان المطرب؟ طب انت جيت لي بقى في النقطه اللي انا اصلا لو انت انا عارف ان انت هتيجي في مطرب، في قصدي ملحن او مؤلف معين فلازم نحلها. انت في مؤلف قطع تاني دلوقتي بس بقول ايه؟ في مؤلف او ملحن معين لما انت بتروح وراه بغض النظر عن المطرب يعني طبعا يعني بتتابعه يعني طبعا، او لما بتلاقي حاجه بتسمع بغض النظر هو مين اللي بيغني. طيب انا عايز اقول لك بقى يعني ان تقريبا انا اول ما انتوا قلتوا موضوع الحلقه انا كان في دماغي الكلمتين دول، لان هم يعني بيثيروا فضولي، فكنت عايز اعرف رايكم فيهم. انا واحد من الناس ما بقتش مهتم خالص بالاغاني، ولا بسمع اغاني، ولا مهتم باي حاجه. طب انا عايز اقول لك على حاجه يعني، بس مش عايز الناس تفهمني غلط. قصدك ما بقتش تدور؟ لا بقيت بدور ولا بقيت بسمع. الاغاني بتيجي قدامي بسمعها، بس عمري ما بسعى ان انا ادور على حاجه او اسمع مين اللي نزل ايه النهارده ومين اللي عمل ايه. عشان طبيعه الشغل. ما انا هقول لك بل بالعكس اسيدك. لا بتجبرك ان انت في اغاني كتير قوي تبقى عارفها معايا فما بتحسش بشغفها او بحلاوتها في وقت تاني عشان انت سمعتها خلاص. بس هو يعني هقول لك على حاجه، انا مثلا غير اغاني الفراق مثلا، انا مثلا بحب السينما، بس هفضل اتفرج على سينما. انا مثلا بصور، بس هفضل اتفرج على ناس بتصور. انا في وقت من الاوقات كنت شغال نفس الشغلانه دي، كنت بسمع وبدور وبشغف فاهم، واتابع الناس واشوف نزلوا ايه. يعني انا فاكر ان في الكليه البوم امال ماهر، يا نهار اسود ده انا فاهم، اول ما نزل حملته على الموبايل رايح الكليه راجع من الكليه في الاتوبيس بتاع الجامعه بسمعه. يا عم انا كنت بتلكك اسافر اغنيه بيتعاد يا بابا، انا كنت بتلكك اسافر. تتلكك عشان تسمعه؟ اتلكك اسافر عشان احطه. الالبوم يا عيني عليك يا طيب. لا فيك حته الغرور هكسرها فيك. عايز اكسرها فيك، ده انت بتعلق على اعمال ماهر. لا مش فاكر يعني، بس انا بفهمك. سكه السلام. لا هو سكه السلام والله. هو في حته الغرور ده اللي انا اكتر اغنيه فاكرها يعني. ما علينا. فالمهم اللي انا عايز اقوله لك ان انا كنت في يوم من الايام كده يعني، كان عندي بقى عارف انت الفولدر اللي على الكمبيوتر اللي فيه المطربين كلهم متفهرسين والدنيا تمام. انا حاليا يعني انا كنت بقول لك هسيدك مش شعر بيت، انا بستدفه ومحدش يفهمني غلط، بستدفه الناس اللي عندها مريدين في مجال المزيكا ده، بس برجع الوم نفسي لان انا كمان عندي مريدين في الفن اللي انا بحبه اللي هو السينما. بس انا وصلت للمرحله دي ان انا بقيت رافض الموضوع، ان انا بقى عندي منه حاجز نفسي مش تمام، اللي هو انا كل فين وفين لما افتكر اغنيه، ودايما بتبقى اغنيه قديمه، وادخل عشان ادور عليها واسمعها، وبالموضوع عشوائي. يعني انا اصلا طول عمري بسمع كل الناس، ما عنديش مطرب مفضل خالص يعني. عمري ما كان عندي المرحله دي، او ان انا مثلا عندي في نجم كده اللي هو بحضر حفلاته بقى وبستنى الالبوم بتاعه، عمري ما كنت كده. فانا مش عارف بقى انتوا يعني ايه رايكم في الموضوع ده؟ يعني هل مثلا دي مرحله بتعدي على البني ادم، ولا هو انا كده عشان مثلا حصل لي حاجه فبقيت كده؟ هي طبعا مختلفه من واحد للتاني يعني. اعتقد ان الباقي دي حاله خاصه مثلا مع عمرو دياب، بس انا عموما عشان هو حتى مش جوه القصه. انا عموما بحب الناس اللي مش لازم تكون موهوبه 100%،
بس قادره انت تستغل بتحب قصص الموهبه. النجاح بقى. انا دايما بحس كده ان انت في كل حاجه بتشجعها او بتحبها انت بتبقى بتدور على اللي ورا القصه مش ايوه اصل هو اه اصل دلوقتي انا حبيت واحد صوته قوي تمام، حبيت مدحت صالح، ما هو بيعرف يغني. عشان كده بتحب شيرين. لا ما بحبش شيرين عشان أنا شيرين بتعرف عشان تغني. بشوف ان على طول انت عشان مش شيرين مجرد صوت. بهدلت نفسها، عشان شيرين ظلمت انت أنا بص، بحب انت كنت الشخص عايز اللي أنا جدل، صوته حلو انت كنت فأنا عايز عايش جدل نفس وقلت الحاجة. اسم شيرين عشان يمسك فيا. بس انا بص، ما تجيبش سيره شيرين، ما تجيبش سيره خالتي، ده أنا ديسريسبكت. دلوقتي أنا هقول عندي لك- مشكله. طب خلاص قول. انا هقول لك على حاجه. انا شايف ان في يعني 2 منهم لله حسب كشفت راسي ودعيت عليهم، احمد سعد وشيرين. يعني بجد لا أحمد ده انتوا سعد- جايين ده انتوا جايين تقلوا ادبكم. ايوه يا ابني، ده حاجه انتوا حلوه جايين ليهم. انا كده بمدح فيهم ان هم ناس يعني ربنا اداهم موهبه. ايه اقول ايه، فاهم؟ جبار. وبهاء سلطان، بس بهاء سلطان معذور، يعني بهاء سلطان كلنا نعذره في اللي حصل له، بس الاثنين دول يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل. ان هم ما عملوش بيها كتير. واحد سعد برضه مظلوم لانه يعني انا بس هو دي شخصيته. في عندي بس مشكله صغيره. انما شيرين تحس ان هو ايه، انا مش عايز اغلط، يعني مش عايز ابقى مؤدب، بس اللي هو ايه، انا بحس انت هي عذرت الاثنين التانيين وما لا، عذرتش أنا- شيرين ليه؟ ما شيرين عندها مشاكل لا، كتير هقول برضه لك. في حياتها الشخصيه، عشان- ممكن ما تعذرها. هو ده احنا عرفناه متاخر، بس مش عارف برضه، يعني مش عارف، ما انا عشان كده بقول مش عايز اغلط. انا بحس تجربها إن شيرين- الشخصيه كلها وحشه. انا بحس ان شيرين، بص هبقطعها في المونتاج لو انت قلت انها ما ينفع، بحس ان هي قاصده تسكر وتطلع على المسرح. انا عارف ان هي ما بتسكرش، بس انا بتكلم على الالتيتيود. انا عايز اطلع، فاهم؟ يعني هي بتدور على المشاكل وتعملها على أكيد انها ده- بص اكيد هي. ده وراه مشاكل شخصيه، يعني اكيد الشخصيه دي يعني منهكه نفسيا. طب انا مش عارف فاهمني؟ ارد ولا هنبقى بنبعد عن الموضوع. لا انا كده خلصت اللي انا كنت عايز اقوله. هسلم الكلمه للباهي مدير الحوار والصفر مع وعايز بعض. الباهي يعني يستفيد في حوار شيرين ده عشان انسعه. بص انا بس ده اللي انا كنت عايزه. دي حاجه فعلا يعني انا فعلا ما بقتش بحب الاغاني، ما بقتش بحب المزيكا. انا زمان كنت بسمع مزيكا اللي هي مزيكا يعني مقطوعات موسيقيه اقصد، تمام. دلوقتي مفيش خالص. انا طب هل كان بس- في وقت قبل كده طب- ان انت بتتابع ملحن او مؤلف مش بتتابعه في لا، كل عمري ما تابعت حد بعينه. انا دايما بيعجبني، يعني شوف انتوا لما بتتكلموا انا بنبهر وبتبسط وبفتكر ذكريات حلوه. انا طول عمري بشجع اللعبه الحلوه، يعني لما بيعجبني اي عمل فني ان شاء الله لو لوحه ببقى مبسوط ان هي اتعملت بالجوده دي، ببقى مبسوط للصناع بتاعها بالنجاح اللي وصلوا له، ببقى عايز ادخل اعرف بقى مين اللي عمل وازاي. ببقى يعني مش بدخل ادور، بس اللي هو ايه، لو لقيت مثلا فيديو قدامي بيتكلم عن الاغنيه دي او ان ده الملحن بتاعها، لا ممكن اقعد اشوف هو بيقول ايه، يعني وصل للموضوع ازاي. بس هو الفيديو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي ده، ان انت ممكن أنا هنزل أدوس تشوف شوية. نمط في ما احنا ذكرنا بقى الدين محمد مثلا، انت في نمط خفي كده في اغاني بتحب، يمكن تكون بتحبها كلها اغانيه، بس ما حدش قال لك أنا بص مش- ده بقى أنا الدين مش محمد. مختلف على كل ده الفرق، هو- بس عشان أنا بس كل في اللي أنت حاجة- قلته ده انا في حاجة ستيل extreme. بحبهم، في حاجة بس انا extreme. بتكلم ان انا فقدت شغفي في بالمزيكا. حاجه اكستريم بس لها علاقه بالنقطه دي. انا عملت كل حاجه لها علاقه بالفن في حياتي. طبعا انا لسه ما وصلتش لحاجه، انا قصدي ممارسه يعني. تمام؟ ممارسه. الممارسه بتاعت الفن يا عم عامه عادي حق يا عم، كلها- محدش هيحجر عليك. لا مش قصدي، انا بتكلم بس الممارسه نفسها كلها مارستها. كانت بسبب انه في حاجه اسمها تامر عاشور. يعني انا مثلت وتامر عاشور مش دعوه بالتمثيل، بس عشان ده فن. تامر عاشور ده بيعمل حاجه غريبه. تامر عاشور اول واحد يخليني اشعر. اوكي تمام. فكل ما له علاقه باي حاجه بكتبها بلحنها بغنيها بمثل، انا رحت في الحته دي اصلا وحبيتها وكنت عايز استكشفها هو عشان اللي حببك في الموضوع. يخرب بيت انا عقلي. عايز اقول لكم، عايز اقول للناس يعني ان زمان واحنا صغيرين، ده سر بعترف له بيه، كان دايما بيجي يكلمني عن تامر عاشور بحرقه زي ما انتم شايفينه كده تمام، يعني مسكين كنت بقعد استستفهه. مؤخرا انا بقيت بقدر جدا تامر عاشور ده، بقى بقدره بزياده. طول عمري بسمع اغانيه، بس لما كبرت وفهمت كده الصناعه ماشيه ازاي، صاحبي ده الراجل الاختلاف. ده الراجل ده كان بيتريق عليا لما مش كنت بقول طبيعي. لي بقى سلطان صوته احسن من عمرو دياب واحنا صغيرين. بقى سلطان عشان انا ما كنتش، انا ما بفهمش في الصوت. لا كل الناس وهم صغيرين كانوا بيتريقوا عليا. إبراهيم مرة بس هي اذواق في الاول وفي الاخر. طب انا هفكرك بحاجه، ذوق بحاجه قول لي انت فاكرها ولا لا. ما كانش- جيت مره قلت لي ان تامر عاشور الوحيد اللي ممكن يغني الاغاني اللي بيغنيها في استوديو زي ما هي كده في المسرح، وان انت شفت له يعني حفله لايف، يعني
كان عايز يثبت فيها للناس ان صوتي ده هو صوتي، يعني صوتي اللايف ده هو اللي انا بسجل بيه. انا ما فهمتهاش برضو، بس لما شفت له حفلات لايف فهمت هو بيتكلم عن ايه. يعني الناس اللي فاهمه في المزيكا وفي الاصوات هو غريب. بس المشكله انا ملاحظ تحامل على شيرين، في الحلقه دي. يا ابني انا هقف في صفك، انا هاجي لسه لانه النقطه اللي انت في نقط انتوا بتمدحوها في مطربين تانيين هي شيرين اوضح واحده في النقطه دي. بس لا في صفك هي مش اول واحده، بلاش كلمه اول واحده، اول حد. انا هقف مش اول واحده، مش اول واحد. هو ده اللي معجبين عمرو دياب بيعملوه، بيسمعوا الكلام على مزاجهم ويردوا عليه. ايوه انت شيريناوي وهو عمراوي، مش انت تمراويه. شيرين نقطه نظام. انا هاجي في صفك لما نتكلم عن شيرين. انا زعلان عليها مش اكتر، بس المهم عشان بس حاجه قبل ما تروح من بالي، روح منك لله. استنى، تامر عاشور كنا بنتكلم على ان هو بيغني في الستيج. انت عمرك ما تخيلت انه انت ممكن تفهم ده بقى؟ افتكرت يا جدعان، في كل الفنون والله، وحتى في الحياه العمليه، في الحياه العاديه قصدي، الناس اللي بجد والله، احنا ممكن نعمل حلقه على الموضوع ده والله. الناس اللي عندها القدره ان هي تستحمل وما تتكلمش، ما بتاخدش حقها. يعني مثلا انا لو حد جه عليا بس انا عندي القدره ان انا سامح بسهوله، فسامحته بسهوله، فهو ممكن يتخيل ان الذنب اللي ارتكبه في حقي ده هو مش ذنب اصلا، ما حصلش، لمجرد ما كانش ذنب ان انا ما عبرتش زي الناس الطبيعيه وافورت وكبرت الموضوع وخدت جنب وسبته يلف حوالين نفسه. بس انا ما اقدرش الوم على حد ما عندوش القدره دي. انا مثلا عندي القدره دي. في بقى حاجه شبهها برضو في الفنون، الناس اللي ما بتحزقش. تامر عاشور ما بيحزقش، ما بيحسكش ان في صعوبه، عشان كده الناس مش بتحس ان هو صوته قوي وابن لذينه. بس انت لو ركزت لا ده موضوع تاني. الصوره على لا، هو ما بيحزقش في الغنى وما بيحزقش في حياته الحقيقيه. يعني هو تامر عاشور عمره ما حاول يجي للجمهور اللي هو كان متجاهله ويقول له لا بص انا تامر عاشور. يعني انت دلوقتي قصدك ان انت في الباك ستيج مش هتلاقي له مواقف غريبه او مريبه او حاجات بالظبط عناوين حاجه بره الفن. يعني اي عناوين في الصحافه بره الفن ممكن او انه ايه يا جماعه القرف اللي بتسمعوه ده انتوا مش بتسمعوني ليه؟ عمره ما يقول كده. انا هطلب بس ممكن نقفل اي حاجه تامر عاشور عشان انا هاخد الحلقه كلها تامر عاشور. هتاخد الحلقه 3 حلقات بجد. خش بجد. طب يا ابراهيم، بمناسبه النقطه دي، معلش بما ان في حاجه انا وانت اتكلمنا فيها. طب نسيب الباقي يتكلم شويه. انا اسف. افتكر هاشتاج بس كده وافتكر بعدين نقولها. هاشتاج بهاء سلطان. خلاص كلنا مكتوبه. ماشي. بص، هو انا كنت بتكلم عن المؤلفين والملحنين والمغني. كان انا بشوف ان فكره الرؤيه الفنيه، ومش انا اقول اللي انا اعرفه، يعني ممكن يكون حصلت قبل كده، بس اللي اعرفه ان عمرو دياب اول واحد عملها. تمام، عمل حوار الرؤيه الفنيه ده، وكان بيكتب على الالبومات بتاعته رؤيه فنيه. وانا زمان ما كنتش فاهم يعني رؤيه فنيه. يعني انا كنت اخويا اللي اكبر مني كان بيجيب البومات عمرو دياب، الشرايط، ما كانتش البومات ساعتها. فلما كنت بفتح الورقه بتاعتها انا عارف، بس انا كنت كده ناوي يعني حوار كان في دماغي يعني. فانا لا، هو انا هروح له عشان اخش اتحمل على 20. ف اللي هو ايه، كنت بعد اشوف فمش فاهم يعني ايه رؤيه فنيه. يعني هو الرؤيه الفنيه بيعمل ايه؟ يعني ما ده المؤلف والملحن والموزع وهو بيغني. فبعد كده بقى لما السوشيال ميديا طلعت اكتر، فبقيت بشوف المؤلفين والملحنين هم بيحكوا على التفاصيل وهم بيعملوا الاغنيه. ان الحوار مش دايما الاغنيه بتطلع زي ما هو عايز. يعني مش دايما مثلا بيقول لعمرو دياب خد الاغنيه دي ويروح هو طالع مغنيها يلا وزعوا لي ونمشي. لا، في كلام معين هو بيعترض عليه، او مش بيعترض، بيقول لا انا مش عايز كده. يعني اغنيه خليك معايا كانت اغنيه اصلا حزينه وفراق، فدلوقتي هو خلاها اغنيه ايقونه رومانسيه. كانت هتبقى اغنيه حزينه وسط اغاني. فهي دي الفكره، انا ممكن اعمل اغنيه اصلا يعني وانا اخد المؤلف فيها المقطع المحذوف اللي هو وعرفت قيمتك لما بعت. الفكره بقى اللي انا ممكن اخد المؤلف والملحن دول هم شاطرين، بس مجرد ان انا عندي رؤيه معينه اخليه بقى شاطر قوي، او اخده في حته بعيده ومختلفه وفي ناس كتير. انا عايز اقول لك ممكن تشرح للناس ايه هي الرؤيه الفنيه، انه عمرو دياب يكون هو صاحب القرار في كل جانب من جوانب الصناعه. دلوقتي هو لسه يعني في ناس يعني مثلا هقول لك يعني اغنيه خليني جنبك كانت بتاعت نادر نور، كانت اغنيه رتمها هادي، اغنيه سلو هادي.
هو قال له لا انا مش عايزك، انا عايزها تبقى نفس لحنك ونفس كل حاجه بس سرعها لي شويه، فبقيت خليني جنبك اللي انت بقيت انه بيتولى دور شبه دور المخرج في الفيلم فيها يعني تلحين. ابراهيم لسه مفكرني يعني هو مكتوب اصلا تلحين نادي النور وعمرو دياب. هو يعني هو دخل اصلا كوبليه زياده وعمرو دياب اللي لحنه. اللي بيعمل الحركه دي حاليا حماقي. كل الناس اللي بيشتغلوا مع حماقي لما بيطلعوا يتكلموا بيقول لك ان هو من الناس الكتيره اللي بتتدخل في الكلام واللحن. طب انت مش شايف انه فكره الرؤيه الفنيه دي زي ما انت قلت انه لازم تكون الموجود معاك بيقول لك انت الكبير، لازم تكون بالفعل عندك اسم عشان الناس دي ترضى تشتغل ايوه رؤيتك انت الفنيه. عايز اقول لك رامي جمال، يعني رامي جمال هو ملحن، وهو تقريبا لحن لكل الناس اللي في الساحه ما عدا عمرو دياب. عشان النقطه دي طلع قال انا ما بحبش حد يتدخل معايا في حاجه، هي دي عنده نقطه. حلمي بكر كان لحن لكل الناس بتوع زمان، وكان صاحب عمرو دياب قبل ما يشدوا مع بعض شويه، وكان قال ان هو قال حكى باللفظ كده، قال انا عايز اسجل، وقال انا ملحن لعمرو دياب اغنيه عندي في البيت، وقال له ما نزلتش ليه؟ قال له عشان احنا اشتغلنا، مسكت عملت كده، قال لي لا انا عايز، قلت له لا خلاص انا مش هشتغل. فاهم؟ فهو في ناس ما وتامر عاشور انا متاكد 100% ان هو اتاخر ان هو يشتغل مع عمرو دياب بسبب النقطه دي. في ملحنين انا دي اغنيتي هي كده، انا مش عايزك تتدخل، مع ان عمرو دياب ما بيقولش ايه انا اللي ملحنها والسكه بتاعته دي تمام، هو لا طالما مش حاطط فيها جمله لحنيه ما بيقولش انا ملحنها. طب ربطا بموضوع الحلقه، شايف ان فكره ان عمرو دياب هو مدير مشاريعه دي بتخليه هو يعرف ينتج الاغاني اللي احنا بنتكلم عنها دي، الاغاني اللي بتعيش، وايه دورها؟ يعني فكره ان عمرو دياب هو اللي بيدير ده دوره ايه في؟ كان بلال فضل بيحكي في مره على كلام عن عمرو دياب لانه كان عايز يكتب عنه فيلم يعني، فكان بيقول في وسط الموضوع ان عمرو دياب عارف، لانه كان كل يوم يوميا بالليل بيقعد مع عمرو دياب يحكي له قصص عشان يعرف يالف عنه، يعني كان عمرو دياب عايز يعمل فيلم او مسلسل لنفسه يعني، هو اللي يمثله كده، فكان بيحكي له تفاصيل حياته، فقول انا اكتشفت ان عمرو دياب مفيش حد عنده في مكتبه او سواء في عربيته او في بيته اكبر من 20 سنه، كلهم 20 سنه وانت نازل، عشان يفضل عارف الشخص ال 20 سنه ده لو جه سمع اغنيه وهو في العربيه هيسمعها ازاي، هيبقى شايف ان انا لسه شاب ولا شايف عشان يبقى محيط نفسه دول بيتا تيست يعني. ايوه طب ده ايه علاقته بشيرين؟ هل مثلا تقصد ان اللي ملوش كبير يشتري له كبير؟ لا طب خلينا بس قبل شيرين عشان قبل الخناق حد يعمل لها رؤيه فنيه. اجيب انا دلوقتي يعني عمرو دياب اول ما طلع كان زي شيرين على فكره، عمرو دياب اول ما طلع كان لا كان متخبط فنيا، مفيش حد زي شيرين مبدئيا، كان متخبط فنيا وكان متخبط انا بره الخناقه ده يا جماعه بصراحه كان متخبط فنيا ومتخبط شخصيا، يعني فنيا اول ما طلع كان حتى في التلفزيون في اللقاء التلفزيوني الاولاني بتاعه كان بيقول لك انا عايز اغني للبلد، ما تخبطش على الترابيزه بعد اذنك عشان الصوت كان عايز اغني للبلد، خبط في شيرين بس ما تخبطش في الترابيزه بعد اذنك، عايز اغني للبلد من القطر والنيل والشجر والهواء وبتاع، وبعدين قال لك لا مش دي الاغاني الوطنيه، وبعد كده كان قال ان منير هو اللي ماشي طريقه اغاني منير، فغنيت زي منير للبحر والسماء والشمس، وبعد كده لا انا مش ده، فراح بقى عمرو دياب اللي هو بيغني الاغاني بتاعته العاديه. وكان اول مشكله ليه حصلت اللي خلته يبطل يتكلم في التلفزيون، ان هو مره كان قاعد مع صحفي فخبط في حلمي بكر واتريق على كلمات لعبد الحليم اللي هو قاعد يقول ماسك الهوا بايديا ازاي يعني، وقعد يهزر ويتريق، فالصحفي ده راح منزل التسجيل ده اللقاء بتاعه مع مفيد فوزي؟ لا مفيد فوزي ده كان هو مستفز، يعني كان فوزي كان بيتكلم برضه ان اللقاء بتاعه مع مفيد فوزي ده هو اللي خلاه يدرك ان مش حلو ان انا اطلع كتير في التلفزيون. لا هو ده كان تطلع كتير، انا بس عشان ده كان ساعتها خد نور العين والحاجات دي، انا مش عايزين نتطرق لحاجات تانية، بس انا شايف ان مفيد فوزي ده مفيش واحد قابله او اتكلم معاه في لقاء غير لما اتعصب عليه، لا غير اتعصب عليه، ما شفت، انا حاسس ان كل الفنانين دول اغبياء، انا شايف ان الراجل ده مش عارف اكيد في ناس بتحبه، انا ما بلاش خلاص هو مات يعني. تسمح لي مفيش ناس بتحبه وهتبقى بتتابع البودكاست ده مبدئيا، صح بقى صح يعني. فكمل لا انا ما كنتش هشتم، بس انا شايف ان هو اقل بكتير جدا من اللي كان بيعمله مع الناس يا باشا، اقل بكتير جدا من اللي كان بيحصل. ايوه انت حاسس ان انت لو دخلت جوه الفيديو ممكن تفهمه يعني، انت عارف هو انت بتقول ايه؟ انت مش حاسس ان هو محاور ولا فاز ولا حاسس ان هو محاور جبار خالص. هقول لك على حاجه، عارف هو شبه مين في حته تانية؟ نفس بيفكرني بيه فشخ حسنين هيكل. هو مش اقوى صحفي، مش اقوى حد ممكن يعني يكتب تاريخ ويفهم يبقى مؤرخ وكده، هو اقوى حد يقنعك اللي عنده بالظبط، اللي عنده حتى بس لسبب ما عنده، وعشان كده مفيش شخصيه دي، عشان البرسونا برضو بيرسونا الكاريزما، دي حلقه الكاريزما دي، واستفزك واحاورك في فيديو معلش عايزه
في فيديو عايز اتكلم عنه، مفيد فوزي ده فيديو موجود على اليوتيوب، رأي فيروز في ميادة الحناوي ومطربات الجيل الحالي. تمام. الفيديو ده 4 دقايق ونص. فيروز اقسم بالله ما اتكلمتش. فيروز بتعمل كده، بتهز دماغها، ما اتكلمتش. والفيديو عنوانه فيروز بتقول رايها في مطربين الجيل، وكله مفيد فوزي بيتكلم، فيروز ما قالتش حاجه. ما ده اللي كنت بتكلم عليه. الفكره بقى ان انا ما لقيتش نفسي انا كصانع، تمام، كمغني ما لقيتش نفسي في جزء معين ما افضلش اروح له رغم ان هو مش بتاعي، ما اقعدش انقص من نفسي. طب برضو معلش عايزين نربط ده بموضوع الحلقه. انتوا شايفين ليه اداره المشروع هو اللي بيخليه يصنع اغاني تعيش؟ ما هي دي الاداره. ما انا مش دايما عشان بيعرف يعبر عن شخصيته في المشروع. مش دايما بختار الاغاني اللي عجباني، بختار الاغاني اللي هتعجب الناس. دي نقطه مهمه جدا. يعني ايه حلوه دي؟ ازاي؟ اديني مثال. ايه اغنيه هو ما اختارهاش عشان هي عجباه؟ هو طلع قال، هو ما قالش امثله، بس هو طلع قال انا في اغاني كتير ليا انا ما بكونش حاببها على ذوقي الشخصي، مش دي المفضله بالنسبه لي، بس انا عارف ان دي الاغنيه الناس محتاجاها فبنزلها. هو طلع قال انا عندي اغاني كتير موجوده عشان دي اغنيه دي اغنيه انا بحبها فحبيتها فبتاعتي، بس في اغاني كتير انا مش شايفها دي احسن او دي شخصيتي او ده اللي انا فيه دلوقتي، وبس بنزلها عشان ده الناس عايزه كده، الناس محتاجه الاغنيه دي فبنزلها لها. كان قال لي ان عدويه، كنت بسال ابراهيم مره بقول له ليه واحد زي محمد عدويه ده بصوته الحلو وعنده يعني مش ما عندوش كل مواصفات النجم، بس عنده مقبول والناس بتحبه. لما الناس تعرف ان في محمد عدويه كل الناس بتتكلم عليه ايجابيا. وقلت له عامل ألبوم حلو جدا لما كان من زمان 2010 باين 2011 في الحدود دي يعني، وكان كسر الدنيا. دي بتاع دي اللي خدتني مني وبيسلم عليا وبتاع، دي اللي خدتني مني يعني. وبعد كده قاعد بقى ينزل فابراهيم الدنيا حته. عارف ان محمد عدويه ليه مجتمع سري من المحبين. اتفضل معلش. كان قال لي نقطه ان عدويه مشكلته ان هو بيعمل الاغاني اللي هو بيحبها واللي هو شايفها حلوه، مش الاغاني اللي هتعجب الناس. وللاسف الشديد جدا ربنا ما وفقوش في حياته الشخصيه انه يكون ذوقه حلو، ذوقه زي الزفت بالظبط للاسف. الاغاني اللي عجباه يعني مثلا يعني خالد سليم كان نفس الفكره، كان عامل ألبوم اللي هو اللي غايب ده وعمل كليب والدنيا كسرت معاه شويه والدنيا بقت حلوه، ومره واحده راح عامل ألبوم خليجي عشان عايز يغني خليجي. طب يعني انت بتخمن الجيل مين؟ اللي هو انا عايز اعمل كده. الناس بتيجي مصر عشان تتشهر، رحت انت رايح له. بس انت عارف ان محمد عدويه ليه مجتمع سري من المحبين اللي يعني قاعدين بيستنوا ألبوم محمد عدويه. ناس كتير، كل الناس كده، كل مطرب ليه ناس كده. لا مش كل الناس كده. خلي بالك من نقطه برضو، انا بس هربط ده بالقصه بتاعت رامي جمال اللي بيتكلم فيها. انا لو اشتغل مع عمرو دياب وهو مش عاجبه حاجه، لا هشتغل، مش عشان هو عمرو دياب، عشان انا مجرب. انا مش هشتغل مع واحد لسه ما اعرفوش. لا هو مطلع 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، زي عزيز الشافعي لما كان مع منى الشاذلي بيقول لها انا كنت خايفه ابقى انا اللي فشلت عمرو دياب، ده كان هيبقى اسطوره، كان هيبقى حاجه يعني حاجه تاريخيه. انا الوحيد اللي فشلت عمرو دياب. كان بيتكلم على اغنيه يوم 3 تقريبا، صح؟ فاللي هو انت لا انا يعني واحد كرامي جمال هو مش محتاج بقى خلاص. رامي جمال بقى يعتبر يصنف سوبر ستار. فانا دلوقتي كملحن كتايتل محتاج ان انت تشتغل، يبقى في تاريخك انت تشتغل مع عمرو دياب. مش هقول ان انت محتاج، بلاش محتاج، بس اكيد جواك حته بتضيف ليك. طبعا بتضيف ليك. فانا كابراهيم مثلا لو هشتغل مع عمرو دياب وهو بيقول لي اعمل حاجات انا مش راضي عنها، هعملها مش عشان انا ببيع نفسي لاول مشتري مئاتي، لكن انا هعملها عشان ده عمرو دياب، وعمرو دياب ليه تجربه مع 1 و2 و3 و4 و5. لو قعدنا نعد الناس اللي عمرو دياب عملهم بمعنى كلمه عملهم، تمام، عشان بس دي في حته كده صداميه شويه. انا كان يعني نفسي اقعد وش لوش مع عمرو مصطفى كده عشان اتكلم معاه، تمام. يعني ايه عملك شخص؟ يعني ايه شخص عملك؟ هو في الاول في الاخر انت اللي نجحت، لكن فكره ان هو عملك دي معناها انه انت بشكل او باخر اكيد في زيك، اكيد في قريب من مستواك، يعني بسكيل يعني الاختيار اللي بعدك مش بعيد قوي بالظبط. يعني بسكيل تاني. هو معلش انا اسف، يعني هو حد يختلف، الناس اللي قاعده يعني ممكن يكون حد مختلف انا ما اعرفش، بس ما اعتقدش ان في حد شايف مثلا ان تامر حسين احسن بهادي محمد.
لا ما حدش يختلف ان نادر عبد الله، ما اعرفش انت تعرف نادر عبد الله مشكلته يعني مش غزير زي نادر عبد الله، تحس ان هو الشخص اللي بيخلي الاغاني قصيده، يعني بيستعمل الاغاني، يعني بيعمل الميكس بتاع انه في اغنيه تمام بس هي الاغنيه كلامها تحس ان هو نص شعري مش اغنيه، فاهم؟ منظم للابيات حاجه لا منتشر الاكسبريشنز بتاعته عظيمه منتشر فتره كده بقى تمام. فانا بتكلم في نقطه انه بس تامر حسين مش ناجح وتقريبا 90% من الاغاني اللي بتنزل ناجح. هو مش مستني، عمرو ده مش مستني الموهبه الفذه اللي ما حصلتش عشان تيجي تنجحه. بس عمرو مصطفى موهبه فذه ما حصلتش. عمرو مصطفى موهبه فذه ما حصلش بالنسبه للدالي. الله ونعم الوكيل. بالنسبه للباهي، بالنسبه للناس، لكن هو مش موهبه فذه ما حصلتش بالنسبه لجميع الناس. لكن عمرو دياب موهبه او مشروع فذ ما حصلش بالنسبه لكل البني ادمين. موهبه ومشروع، لا انت بتتكلم على الموهبه ان هو ملحن. هو عمرو دياب ان هو ملحن. هو عمرو دياب لو هنتكلم عن الموهبه، عمرو مصطفى بيعمل كام اغنيه في الموسيقى؟ عمرو دياب موهبه ما حصلتش. موهبه هي موهبه مختلفه، مش لازم اكون مميز. انا مع الطرح بتاع ان عمرو دياب مؤسسه ما حصلتش. مؤسسه ما حصلش وموهبه ما حصلتش. بشوف ان عمرو دياب امكانياته الصوتيه، تفتكر بس الحته بتاع بهاء سلطان عشان ما ننساش يعني تمام وعادي جدا. هو عادي بس مفيش. ما هو الموضوع مش فوكال بس، الموضوع مش فوكال بس. ده اللي انا بقوله، بس مفيش زيه. لا انا قصدي حتى سيبك من انك عارف ان ده عمرو دياب، سيبك من المؤسسه، سيبك من الانتشار، سيبك من الكلام ده كله. عمرو دياب واقف على المسرح ماسك المايك وبيغني، الموضوع مش فوكال بس. عمرو دياب موهبه جباره. طيب ما حدش يعرف يغني زي ما الراجل ده واقف على المسرح يغني، وده ملوش علاقه بالمؤسسه. يعني المؤسسه مش واقفه مع المسرح دلوقتي. لا انا بتكلم ان هو كشخص مؤسسه. عملت شبه الغواب. عملت شبه الغواب لما كنا. هو موهبته مش الغنى بس، هو موهبته ان هو مدير ناجح. تمام. ما انا عشان كده بقول لك المثال بتاعنا، هو واقف قدامك على المسرح هو بيغني بس مش بيدير حاجه دلوقتي. هو مش بص ما اعتقدش ان احنا محتاجين نقيم عمرو دياب. مش قصدي انا بنتكلم ان هو عنده فوق 60 سنه. احنا بنتناقش هو فز في حد ذاتها تثبت لك ان الراجل ده احنا بنتناقش اصلا. الراجل ده سوبرمان. هو النقاش اصلا بيحسم له، يعني النقاش اصلا في صالحه. ان احنا بنتناقش بان هو يعني هو ما حصلش فيه. خدنا ايه بالظبط. هو جامد في كذا. لا والله هو جامد في كذا. خدنا ايه من الرجاله غير حلقه الدقن؟ يعني خدنا ايه من احمد سعد، من مش اسمه احمد سعد ولا ايه؟ انا بلبس بتاع ايه يعني بتاع وسع احمد سعد. ما هو الصوت ما حصلش. هو الموضوع مش الصوت بس يا جماعه، ما ده في صالحه. لا هو ايوه ده اللي بقوله. بس انا بعترض بس على الفكره. انا بعترض على الفكره بتاعت الراجل ده موهبه عاديه بس مؤسسه عظيمه. لا هو مش موهبه عاديه. لا ما اقصدش، انا بتكلم على الصوت. انا بقصد موهبه عاديه. انت شايف موهبه عاديه؟ انت لو بتتكلم في موهبه عاديه بتاع حلمي بكر اللي هو مش مطرب، لا ده مش كلام صح. يعني انا طبعا مش هعلي على حلمي بكر بس ورقه وقلم الكلام ده. لا انا مش بتكلم، لا انا مش دارس ازاي عشان اعلي عليه. بس انا بتكلم على الدراسه. انا بتكلم يا جماعه الراجل ده مقسمها ورقه وقلم ان الراجل ده مش مطرب، لكن هي ورقه وقلم قدام اي، يعني جيب اي الاتي واي واحد فوجاليست في الدنيا واي واحد بيدرب يعني اصوات وكل الكلام ده. لا عمرو دياب مطرب دياب بيقول انا ممكن اطلع، يعني احنا ممكن ننزل لينكات وحاجات. انا بتكلم فيه عشان الوقت هيفضل يصير الجدل لبكره الصبح. اللي انا بتكلم فيه ان مقدرته الصوتيه يعني عاديه، يعني ما عندوش الحاجه الفذه اللي هي عند شيرين. ارتحت كده بس. دي برضو نقطه من نقطه. مفيش حد زي شيرين. هي شيرين كده والناس التانية هنا. بس عمرو دياب اول واحد. بس عشان ابراهيم هيسيبنا ويمشي. اصبر بقى شويه. ابراهيم هيجيله الضغط جاله بس هو قصده. بس اقول لك انا شيرين تاني عشان ان هو يعني الراجل جامد فشخ يا جدعان. هو احنا ليه بنتكلم عنه كصوت؟ هو ناجح كحاله. ده اللي انا عايز اوصل له. ده كان اعتراض بس على فكره عشان تبقى فاهم. ده كان تعقيب. انا مش معترض اصلا. عشان بس تبقى فاهم حاجه يا ديدي. اللي هو كان بيتكلم على نقطه احنا كنا عايزين نتكلم عليها، انه الناس بتماركت لفكره انه بهاء سلطان مش عارف انه بهاء سلطان. لا هو بهاء سلطان عارف ان هو بهاء سلطان، وعارف انه جامد، وعارف انه فشاخ، وعارف ان هو يعرف يعمل بلاش مع اي حد. مؤدب؟ لا باشا هو مش فكره مؤدب، هو فكره انه هو كشخص واثق من نفسه لدرجه مخلياه ثانيه بس. والله لا ثانيه بس. واثق من نفسه لدرجه مخلياه. لا شكرا ربنا يخليك. انا بشوف ان هو متصالح مع نفسه يا باشا. انا بتكلم في انه الدنيا مش غنى بالظبط. ما انا معاك جدا. هو ممكن يكون عنده مشاكل تانية في شخصيته، لكن في الغنى لا. الراجل ده استحاله يكون بيعمل اللي هو بيعمله وهو مش عارف ان هو بيعمله. ازاي يعني؟ انا ازاي هبقى ميسي والا مش هيبقى بيعمل كده؟ انا ازاي هبقى ميسي ومش عارف ان انا ميسي؟ ابراهيم
هي كليشيهات يا ابراهيم. بالظبط هتبقى عارف. هي كليشيه ان بهاء سلطان مش عارف ان هو بهاء سلطان يا جماعه، علشان ده شخص الناس كلها متعاطفه معاه. لا هو مش كليشيه. الناس مش بتقوله الناس مش بتقوله كجمله، الناس مصدقه. مفيش حاجه اسمها اصلا مش عارف يعني ميسي مش عارف ان هو ميسي. طب ما ده اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم عن ماشي ما ده كليشيه. بنتكلم عن الفئه. لا والله العظيم ان انا اقعد اقول كل شويه اقعد اطلع الراجل ده ان هو يا جماعه ده انا ما شفتش كده، انا عايز اكرمش له فلوس. هو مش كده يا جدعان. لا ماشي ممكن عشان طيب الناس قاعده بتهيأ له انا مش بكلمك عشان طيب، عشان يعني اللي في قلبي على لساني. مش بتكلم دلوقتي على صوته تمام، عشان الناس بس ما حدش يقول ان انا ضد صوته او كده. انا دلوقتي ما بتكلمش على صوته، بتكلم على الهاله اللي معموله عليه. احنا دلوقتي انا بشوف ان في هالات كده بتتعمل كده وخلاص، اللي هو في كام واحد راحوا عاملين قايلين كلمه شير 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 بس، فانت بقيت مع الكلمه دي ورحت لها وبقيت شايف. انا مع حاجه زي دي جدا، لو هي هتطلع لنا واحد تاني وتطلعه ترند اللي هو بس هو يعني ايه مش عارف يعني دلوقتي مش هو ده واحد دارس اللي هو بيغنيه ده او فاهمه، فعارف دلوقتي ان هو لما بيطلع لفوق كده ان دي مش اي حد بيعرف يجيبها، يبقى هو عارف ان بهاء سلطان، يبقى احنا بنقول ايه كليشيه بس. لا يا باشا انت اللي انت بتتكلم فيه ده الزاويه اللي انت الموضوع ده مش ده اصلا مش حاضره في دماغ الناس، مش حاضره في دماغ ما الناس مش يعني انت ممكن لما تتكلم مع واحد يقول لك انت عارف انا بس مشكلتي مع مثلا مع فلان الفلاني بيلعب كوره مثلا ان هو مش واثق في نفسه، مش عارف يدوس على نفسه، هو عنده امكانيات مش عارف قيمه نفسه. يا باشا هو لو مش عارف قيمه نفسه ما كانش هيبقى لاعب كوره، ولو مش عارف قيمه نفسه كان وصل لحاجه. يعني انت اصلا عشان تبقى في المربع رقم 9 ولو مش عارف قيمه نفسه بالظبط، ولو مش عارف قيمه نفسه انت مش هتعرف. بالظبط انت مش هتعرف يعني وانت بتتفرج عليه مش هيبان لك ان هو جامد. بالظبط فدي برضو من النقط المهمه جدا في صناعه يعني حاجه لها علاقه بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتصدر احيانا حاجات غريبه جدا، زي مثلا يا دالي ايه لو انت في شغلك بقى لما حد مثلا يجي يتكلم، يعني انت الموضوع مش قريب قوي بس شبه انه مثلا في كادرات معينه مثلا الناس بتماركت لها، زي مثلا لما يجي يتكلموا دايما عن فيلم الحريف، تمام، يتكلموا عن انه انت عندك شك فيلم الحريف في الكادرات تمام، وفي ناس مثلا بتتكلم عن الكادرات فيلم حاجات ليوسف شاهين انت عندك شك انه في ناس كتير جدا بتعمل ده من باب انه انا جامد زي ما الناس ما هي جامده. يعني انت عندك شك ان في ناس ممكن تشوف فيلم حريف وما تحبوش بس تتكسف تقول انا ما حبيتوش عشان ايه ده هو الناس الجامده بتقول ان الحريف حلو. ايوه كده العمعه صح. انا عايز انتمي موجود في السوشيال. ايوه عايز احس ان هو انا انت ممكن تعمل حاجه او تعمل لقطه وتحس ان اللي قدامك وشه مش عاجبه، بس هو يحس ان انا هطلع بطيخه لو قلت ان هي وحشه فلاقي حلو. حلو يا باشا حلو. وانت بس في فرق برضه بس فرق ما بين انا عارف انها حلوه بس انا ما حبيتهاش، عشان فرق بين الاثنين. طبعا بس عشان انت ممكن تبقى عارف انها حلوه اصلا. لا بس بقول لك يعني في حاجات انت ممكن تبقى عارف، يعني مثلا ما حد يجي يسالك على حد هو حلو بس انا ما بحبوش، فدي نقطه اصلا يعني مفصليه يعني. مش عندنا ايه تاني؟ لكن قلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي دي ديسباسيتو. طيب ممكن تتوقع لثانيه ان هو مصطفى كامل؟ ومع انك ويا غيري ما بقتش يا طيري صار لي شي 100 سنه عم الف عناوين مش معروف الا مين وادي لهم اخباري حب اللي انت بتدور. يا جماعه على فكره يعني عيل حجار اتفضل. انت كنت عايز حد يثير الجدل، اتفضل. فاهم ايه؟ فاهم ده حته ثانيه. يعني انا متخيل لو كان في اغنيه في الاوديسا كان هيغنيها. اتحدى حد يطلع اغنيه وعايشه في الالبوم ده. مفيش حاجه هتبقى زي قصاد عيش، مفيش حاجه هتبقى زي تملي معاك عشان الزحمه مش عشان الزحمه، عشان الجوده. ليه يعني؟ اشمعنى انا؟ احيانا الموضوع بيروح لناحيه العنصريه مننا ومنهم.